السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكوى متكررة كتير قوي يا دكتور، ابني عنده كلاكيع كده او كلكعة صغيرة في الرقبة في المكان ده او في المكان ده او في الراس من ورا او منتشرة في الرقبة كلها. هي ايه الحكاية دي بالظبط يا جماعة؟ عشان نطمن، هي دي عبارة عن غدد لمفاوية في المكان. غدد لمفاوية في المكان، او البلد زمان كان يقول لك ده الحيل بتاع الالتهاب، بمعنى ان غالبا الطفل ده عنده التهاب متكرر في الحلق، التهاب متكرر في اللوز، نزلات برد متكرره، التهاب في ودانه متكرر، احيانا مع الصيف ومع الكلام ده التهابات في فروه الراس، ممكن تكون عامله حبوب او عامله اي مشاكل في فروه الراس، عامله لي كلاكيع سواء في الرقبه من ورا او في الرقبه من قدام كمان. طيب ايه الحل في حاجه زي كده؟ مبدئيا لازم فحص الطبيب عشان يتاكد ان دي فعلا غدد لمفاويه التهابات مش مجرد حاجه ثانيه. النقطه الثانيه عشان يشوف هل في التهاب موجود دلوقتي حالا عشان يعالجه، ولا دي مجرد حاجات قديمه، حاجات مزمنه، يبقى انا محتاج اعمل صوره دم، محتاج اعمل سرعه ترسيب، محتاج اعمل شويه فحوص احيانا للتاكد من سلامه الطفل. طبعا مع الفحص علاجها سهل، ما فيهاش اي مشكله خالص، يعني هي لو مجرد التهابات او مجرد حاجات متكرره بتتعالج بمضادات التهابات. احيانا لو في التهاب قائم ممكن ناخد مضاد حيوي او ادويه معينه، ودي على حسب الطبيب، ما نقلقش منها خالص يا جماعه. بس طبعا لازم فحص الطبيب عشان نتاكد من سلامه الطفل وانه ما عندوش غدد لمفاويه ثانيه في الجسم او عنده اي مشاكل اخرى لا قدر الله من الحاجات الكبيره الخطيره. كمان بعض الاطفال بتشتكي لنا او بعض الامهات تيجي، ده الطفل عنده الم شديد قوي في البطن، ده الطفل عنده حاجات زي غدد لمفاويه موجوده في البطن. يا ترى ايه القصه دي بالظبط يا جماعه؟ ده هنتكلم عنه لاحقا ان شاء الله، وربنا يحفظ اولادنا.